السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم بودكاست جديد. هسمي البودكاست ده بودكاست البهجة. بهجة لان الضيفة النهاردة من اكتر الناس اللي بتبهجني، سواء في تخصص التغذية العلاجية او على المستوى الانساني. بصراحة كنت محظوظة جدا ورزقي واسع لما قابلتها واشتغلت معاها وتعلمت منها. ولحد دلوقتي بعتز جدا 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 بعلاقتي بيها وبصداقتنا اللي يعني بتشرف ان انا دايما بقول انا صاحبة دكتور شيري نبيل. ازيك يا دكتور؟ ازيك انت عامله عاملة ايه؟ ايه؟ الحمد لله. وحشتيني. وانت كمان عايزين قوي. نبهج ناس كده النهارده ونتكلم عن حاجة يمكن هم ما يسمعوش عنها بشكل مفصل او مبسط، وهي التكامل الخدمي او الانتجريشن. تمام؟ وده ليه؟ لان انا دايما بتعلم منك من ايام ما كنت بشتغل معاكي فترة من الفترات، انه البيشنت او المريض لما بيدخل لنا العيادة لازم الخدمات اللي بنقدمها له تبقى كلها متكاملة، تكمل بعض او فيها تنسيق. بس نبدأ الاول يا دكتور بتعريف حضرتك، عرفينا بنفسك. طيب انا بس انا عايزه اقول حاجه الاول. احنا ما اشتغلتيش يعني اشتغلنا سوا عشان كان عندنا نفس الفيجن، وكنا سعداء قوي. انا فاكره اول مره اتقابلنا كان شتاء، وكنا سعداء قوي ان انت كنت عامله الاي ان واحنا عاملين عندنا نفس الفيجن ونفس الفكر، وانا بتشرف جدا ان انا عندي نفس الفيجن دي من ربنا يومها يبارك يعني. فيك يا دكتور. بس انا استفدت جدا من الفتره اللي الفتره اشتغلنا فيها دي مع بعض، وانا لانه كمان. كان في تبادل افكار وفي كلام فادني جدا في شغلي. وانا كمان. عرفينا بنفسك. انا بقى اسمي شاري نبيل، استاذ في القصر العيني، دفعة قديمة شوية، دفعة 93 مش مواليد دفعة تخرج طب 93. وخدت أستاذ 2014. مم. وقبل ما اخد استاذ بشويه كان ابتدى كنت زدت قوي في الوزن، وبعدين كانت طبيعه شغلي برضو مرهقه جدا جدا، فعملت دايت وابتديت اقرا شويه. عملت دايت كده مع نفسي، وابتديت الاقي ان في حاجه اسمها اكل مثير للالتهاب وانتي انفلاماتوري، وان نوعيه الاكل اهم، وان الاكل مش سعرات وخلاص و ف وكنت حاسه ان شغلي مرهق، فقررت ان انا اذاكر تغذيه. الكلام ده من 2014؟ لا، انا ابتديت 2011. خدت يعني استاذ في القصر العيني 2014، بس الفتره ابتديت بقى. قبلها. امم ما كنتش لسه استاذ، بس كنت اصل استاذ مساعد. حضرتك بتقولي كلام مغير اللي موجود دلوقتي ده. حضرتك بتقولي السعرات مش اهم حاجه والنوع الاكل هو المهم وفي مثيرات التهاب، اذا كان لحد دلوقتي بيقول لك كالوريز وجرامز والكلام تخيلي ده. بقى في 2011 كانوا اه، بيقولوا ايه؟ احنا آه، متاخرين ولا ايه؟ متأخرين جدا. احنا ساعتها ما كنا بنقول السكر بيثير الالتهاب، على الأقل دلوقتي الناس بقت فاهمة شوية ان السكر مضر، وان ممكن يكون في بعض الحاجات اللي بتعمل التهاب في الجهاز الهضمي. يعني بقى ابتدى شوية يبقى فيه وعي، وان الحاجات البروسيسد وال يعني الأكل المصنع يعني ابتدى يبقى فيه. لكن ساعتها كان كالوري ان كالوري اوت. مم. دلوقتي الناس بقى عندها فهم ان هو مش مهم. الكالوري از نوت، ما تخلقوش سواسيه. كالوري السعرات، الخ- حرق السعرات خالص. يختلف على حسب نوع لان الاكل. بالظبط، لان السعر ده السعر الحراري حسب بيطلع بيعمل ايه في الجسم، بيعمل ايه هرمونات. يعني في اكل يطلع انسولين وبالتالي يتخزن كدهون، وفي اكل ما يطلعش. مم. في اكل ده بنسميه معامل الجلاسيمي بتاعه قليل، وفي اكل لا. في اكل بيثير الالتهاب ومصنع، ولا في اكل حلو ومفيد وكل منه قد كده مش هيجرى اي حاجه. مم. بالعكس، فالكميه وتبقى شبعان وكل حاجه. يعني لو انا عندي اكل نفس السعرات الحراريه نوعيه ده عن ده، تفرق في معدل زياده الوزن عندي؟ بالتاكيد. بالتاكيد. بالتاكيد طيب، بعد ما حضرتك لقيتي نفسك في التغذيه ولقيتي انه في كلام وميعاده جديد وميعاده طريقه طبخه. وميعاده، ميعاد ميعاد اكلي. اكله. يعني مم. لو كلت النشويات في وقت معين غير حرقها، ولو كلت طريقه الطبخ، يعني هي الفراخ هي الفراخ، بس دي معموله ازاي ودي معموله ازاي، دي متبله ازاي، كل حاجه تفرق. تفرق في الوزن. تفرق في الوزن، تفرق في الالتهاب اللي هيحصل في الجسم، وبالتالي تأثيره على المنظومة بتاعتي، بالذات لو في بقى كمان كل واحد عنده غير التاني، جيناته غير التاني واستعداده غير التاني، مم. فيبقى تأثيره على. بس الكلام ده موجود في علم التغذيه عموما ولا موجود فين؟ ده موجود في الطب الوظيفي. ايوه. بس في التغذية ابتدى يبقى في التغذية برضو امم يعني. بس لما الطب الوظيفي ابتدى اه يدخل في يعني بيبقى جزء من التغذية، او التغذية بقت جزء من الطب الوظيفي، ابتدينا احنا نوعى كمتخصصين انه الموضوع مش موضوع سعرات وجرامات ونظام غذائي فقط، لا ده زي ما حضرتك بتقولي كل اكل وليه رد فعل على حسب. بالظبط. طب معلش، حضرتك بتقولي على حسب توقيته، على حسب طريقة طبخه، مش ده يختلف من فرد لفرد او من شخص لشخص رد الفعل؟ بصي بقى، الطب الوظيفي اقول لك كده. الطب الوظيفي
وفرق كل واحد من التاني. الطب الوظيفي معناه ايه؟ معناه ان في خلل في الوظيفه، ان احنا ربنا خلقنا ان احنا لينا وظائف بتمشي بطريقه سليمه. لما يحصل خلل في هذه الوظائف نتيجه اسباب جذور للمشكله، في وجود جين يعني susceptibility او استعداد جيني معين، تبتدي الجذور دي بتاعه البيئه واللي هنقولها حالا تطرح امراض الدنيا المختلفه اللي بقت في صوره وباء. هو ليه فجاه بقى 1 من كل 2 عنده مرض مزمن؟ بقى الاطفال بياخدوا مضادات اكتئاب، وبقى كلهم عندهم ADHD. كل ده ليه علاقه بالجذور. فجأة حصل حاجة، ما هو فجأة البيئة مع مرور السنين مع كل أثرت بقى على مجموعة من السيستمز. هل أثرت بقى على الجزء في الخلية، على ناتج الجهاز الهضمي والبكتيريا بتاعتنا، الجهاز المناعي اللي اتأثر، كل حاجات اللي اتأثرت دي، الستريس، الأكل، الجينات، كل دي بتأدي في الآخر لخلل في الأمراض المختلفة. حتى دايما الطب الوظيفي رمز بتاعه شجرة. مش ده طب بديل؟ لا الا كده. لا انت لا اديني رد الفعل. لا بديل هو ده الطب البديل؟ ده بالعكس، ده انا بحب اسمي الفانكشن ساينتفك ويلنس. ده هي ان انا ابقى في صحه جيده باسس علميه. بقى انا اعرف ده، انا هدخل جوه الخليه واعرف البايوكيمستري بتاعها عامل ازاي، واشوف الجين بتاعي حصل فيه ايه، واشوف البكتيريا بتاعتنا حاصل فيها ايه. يعني زمان من 20 سنه لو كتبتي كده على تدوري على بحث على الميكروبيوتا او البكتيريا الحميده والنافعه هتلاقي كام واحد. دلوقتي ما تقدريش تعدي. لا هو كله بقى بالابحاث. مثلا الجزء اللي في الخليه الميتوكوندريا او بيت الطاقه بتاعها، ده ابحاث لا حصر لها، داخل في كل الامراض. البحث طلع انه جذر المشكله كده، بتحلها لي بايه؟ ما انت بقى بابر صينيه والحاجات دي. لا بصي، اولا احنا مش عايزين نقلل من بعض الحاجات. انا مش بقلل، انا بقول انه ده جديد، ما هو ده موجود. لا احنا دلوقتي الطب العادي ان انا دكتور بشوف اللي حصل المشكله. فانا مثلا السكر عالي والتراكمي عالي، اذا انا شخصت ان عنده مرض اسمه السكر، هديله علاج مرض السكر. تمام. ايه بقى ده جاله ليه؟ عمل ايه؟ بمعنى اما كلنا زمان لما كنا نسافر ممكن يجي الميه كانت مقطوعه وترجع، وتيجي الميه تلاقيها بره. فخروج الميه وتسريبها تحت الباب ده هو اللي ظهر لي في الخارج، ده العرض لازم امسحه. لكن انا هفضل امسح واظبط السكر بس، انا لازم ادخل واقفل الحنفيه. انا عندي مرض مناعه بظاهر في حاله من ما هو ده لازم هعالجه اكيد. لازم اعالجه لان ده مضر، بس لازم اشوف اصل المشكله كان فين. يعني حضرتك قصدك ان الطب التقليدي بيعالج الاعراض لكن الطب الوظيفي بيعالج الجذر المشكله؟ طيب في نوعين من المشكله. مشكله حاليا وده دخلت طوارئ، دخلت عمليات، دخلت عندي حاجه، دخلت رعايه، ده ملوش اي دعوه بيها الطب الوظيفي خالص. ده الطب. طب الطب الوظيفي بقى دوره بيجي فين؟ الطب الوظيفي بيجي ان انا مش بشوف هو ايه اللي حصل له، بشوف ليه حصل له. اوكي، هو ليه حصل له عشان اعالجه وامشي يدا بيد مع الطب العادي، مع الطب اللي احنا متعلمينه في كلياتنا، اللي هو كده بقى بيجي له كل معلومات. بقى كل ما بتزيد الابحاث والحاجه تبقى ايفيدنس بيس، ما بتبقى بندرسها في كليات الطب، ما خلاص بقت في المين ستريم. كل ما هيزيد بعد 10 سنين، بعد كل ما هتزيد الابحاث هتدخل في الحته دي. ما هي في الاخر احنا بنتكلم على ساينتفك ويلنس. يعني مفيش حاجه يعني اقوم انا يا اما لو انا متبع الحاجات محافظ على جذور المشاكل بتاعتي، يا اما مش هيجيلي المرض، يا اما لما هيجيلي المرض ولازم اروح للدكتور الطبيب المعالج بتاع تخصصه، انا هحسن من نتيجه علاج الدكتور وهقلل من احتمال ان يجيلي اكزازربيشن او هجمات كتيره. ولما العلاج يتم انا امنع ان يجيلي ريلابس او امرض تاني في ده، لو انا متبع القواعد بتاعت اللي دورت على انا قفلت الحنفيه، انا عرفت مشكله فين، فخلاص انا يا اما مش هتيجي يا اما هتساعد في العلاج، هتخلي علاج الدكتور احسن بكتير جدا، نتيجته احسن بكتير جدا. وكمان لما يحصل انا اقدر بالطب الوظيفي اعمل ارست للمرض بس ما خففوش.
ما انت لو بطلت اللي انت عملته، وسواء اما وصلت المشكله وعالجتها، لو بطلت هذا العلاج وسبت الحنفيه مفتوحه تاني، ما هتعيا تاني وهيجي لك ريلابس تاني وهتحصل نفس المشكله تاني. طيب قبل ما نخش في تفاصيل الطب الوظيفي، حضرتك دخلتي على الطب الوظيفي على طول يعني قررتي لا، تخشي؟ اشرحي لنا الحته دي بقى. انا قعدت عملت الاول سنه في معهد التغذيه، معهد القومي للتغذيه. معهد القومي بتاعنا في التغذيه، وانبسطت جدا وحسيت ان انا بقيت كده فاهمه الدنيا وكل حاجه، بس فاهمه لما يبقى عنده مريض كلى، لما يبقى عنده مريض، بس كنت عايزه افهم اكتر انا اتعامل مع العيان ازاي، وايه انواع الدايتات اللي موجوده، وايه كوتشنج، وايه فاخدت اللي هو انستيتيوت اوف انتجريتيف نيوتريشن من امريكا. صحي. ارشاد صحي مع النيوتريشن، فكره عامه ومبسطه. وانبسطت قوي لانه ابتديت افهم ان في حاجه اسمها، اول مره بقى في 2012، ان يعني ايه اكل مثير للالتهاب، ويعني ايه اللي احنا بنقوله دلوقتي والناس ابتدت تبقى فاهماه، ويعني ايه ان مش كل واحد، ان في حاجه اسمها personalized diet، وان ما فيش حاجه، انا ما بديش يعني دايت خاص بصاحبه، خاص بصاحبه، انه متفصل عليه من اول يوم ابتدينا فيه. لا، بنكتب لكل واحد ورقه الدايت فاضيه وبنفصلها عليه، وازاي انا اعمل كوتشنج، او ان انا يبقى عندي استعداد ان انا اقعد واسمع العيان، والا هو مش هيغير حياته. يعني هو في الاخر العيان غالبا ما بيجي لنا في التغذيه عارف المفروض يعمل ايه، غالبا 70%، بس هو عشان يمشي ويسمع الكلام ويبقى هو لازم افهمه ايه اللي بيحصل، وده اللي ابتديت اعمله بقى مع الطب الوظيفي اكتر. ولازم كمان يبقى في علاقه طيبه، انا عندي استعداد اقعد انتع في قلبي شويه وهو عنده استعداد ان هو يسمع الكلام، يعني اتعلمتي تقعدي تستمعي بالظبط للمريض، وشايفه ان ده حاجه مهمه في موضوع التغذيه ولا ايه؟ وفي موضوع الطب الوظيفي ده مهم جدا جدا، اهم حاجه علشان نوصل لجذر المشكله، وكمان الخطه العلاجيه اللي هنديها له هو يقدر يبقى فاهم بيعمل كده ليه، وانا ليه باكل ده بدل ده، وليه هعمل كده، وليه ايا كان اللي احنا خدناه، او حتى لو هديله مكملات او كده لازم يبقى فاهم هو ايه اللي حصل. طب هم في دلوقتي براكتس انه بيخش 10 مع بعض و5 مع بعض للدكتور. انا بقول لك على فكره، انا بنقل كلام الحالات. طيب خلينا نقول حاجه، انا دايما حتى بقول للعيان كده، انت عايز تخس ولا عايز تخس؟ النجاح الحقيقي مش ان انت تخس، النجاح الحقيقي ان انت تستمر في الخسسان. ان انا اما اقابلك بعد سنه، اما بقابلها بقى بتقول لي انا على فكره ما زدتش، مع ان انا بس عرفت القواعد اللي امشي عليها، انا بحس ان احنا كده نجاح. عندها مناسبه، عندها حاجه، هتخسي يعني اي حد ان شاء الله هتخسي، قليلين اللي هم يعني لكن انت مستعجل. انا مش بخسس بسرعه، يعني وفي قاعده ازاي هننزل بريت معين عشان ننزل بطريقه صحيه. انا الاستنتاج اللي انا عايزه اوصله، الناس ممكن تكون فاكراني بهاجم، انا عايزه انشر وعي ايه البراكتس او ايه الطريقه الصح اللي المفروض تتلقى بيها الخدمه الصحيه التي تخص صحتك والغذاء ونزول الوزن، صح كده؟ لازم كده الدكتور يستمع وبناء عليه يفصل نظام خاص بصاحبه، والجديد في الطب الوظيفي انه يحل معاك كمان جذر مشكلتك. هو بقى ابتدينا في الوقت ده كمان ابتدي اكتشف ايه ده الجلوتين، ويعني ايه الجلوتين اللي احنا درسنا ده نسبه صغيره قوي، بروتين القمح درسناه في الكليه، ده حاجه بسيطه قوي، نسبه بسيطه قوي، ليه فجاه بقى كده؟ وابتدي اكتشف مع القرايه ان في حاجه اسمها طب وظيفي او فانكشنال ميديسن، وعملت ساعتها الدبلومه مع فانكشنال ميديسن يونيفرسيتي، وبقيت كمان عضو في الجمعيه الامريكيه للطب الوظيفي. مؤمنه جدا بيه. ليه انا بقى شايفه انك حضرتك مؤمنه جدا بموضوع الطب الوظيفي؟ لانه حولتيه لحاجه تعليميه، يعني ابتديتي تعلميه لكير جيفرز اخرين او متخصصين اخرين من خلال كذا نشاط بتقومي بيه. فده دليل، انا عشان يعني اتشرف ان انا شبهك شويه، لما بؤمن بحاجه جدا بحب انشر الحاجه دي وسط زمايلي، وسط الناس اللي بتشتغل معايا، لانه انا بشوف انها حاجه مفيده جدا للبشر. انا يعني بحييكي جدا على الانشطه اللي حضرتك عاملاها، بدايه بقى من ان حضرتك عندك اوريدي تيم وورك او ناس شغالين بنفس طريقه دكتور شيري نبيل، بنفس الفكر ده، صح كده؟ ما خفتيش بقى ان المتخصصين اللي حواليكي اللي في نفس فريقك عدوك نكارك؟ يعني حاجه غريبه ان حد ينقل علمه يعني. طيب هو لا طبعا احنا بقالنا شويه 10 12 سنه تحت براند بلوم.
تحت براند بلو، مم. مجموعه من دكاتره كبيره من تخصصات يعني ليفلز مختلفه في التغذيه. وطبعا كلامك صحيح، وده في اي مجال مش بس في مجال التغذيه. يعني لما بتعلم حد بيبقى وارد، وحصل لنا كتير مواقف يعني، بس عارفه يقول اللي فضل يبقى هو يعني استود اختبار الزمن، وهم بناتي بقى فعلا مم. وزمايلي وده كانت بيشتغلوا بنفس الطريقه. كل حاجه. احنا اما بنعمل برنامج معين بنعمل تريننج مم. ونمتحنهم فيه ونعمل اللي هم هيبتدوا يعالجوا الحالات، اه حضرتك بتبتدي تعلميهم وبناء عليه بتمتحنيهم ويشتغلوا مع الحالات. بالذات لو الحالات زي ما بقول لك احنا بيطلع من الاسباب الاساسيه دي زي امراض كتيره. يعني مثلا ناخد مرض السكر مم. مثلا. مرض السكر احنا عندنا برنامج اسمه كنترول ده دكتور السكر الغدد الصماء. تشوفي عيادته مهما قعد مع العيان مش هيقدر يقول له كل حاجه، بالظبط. فهو يكتب له الخطه العلاجيه وخلاص. مريض السكر محتاج فريق كبير يخدم عليه، محتاج حد دكتور تغذيه، ومش بس دكتور تغذيه، استشاري واخصائي تغذيه. مم. محتاج يبقى في حد صغير لان هو بيبقى مكسوف يسال دكتور الغدد بتاعه، فيبقى معانا حد في التيم غدد، وبيبقى معانا حد مثقف سكري. أيوة. مثقف سكري ده بيبقى معني بكل ما يخص علو السكر وطيان السكر واماكن الحقن، ولو عيان ولو في اجازه بيبقى معانا بقى. وده مهم قوي الهيلث كوتش، لان العيان بيبقى عارف يعمل ايه بس مش قادر يعمله، فبياخد التارجتس اللي متحدده له والخطط بتاعته وينفذها معاه. يساعدوا على تنفيذها، يساعدوا معاه من خلال الجلسات. واهم بقى حاجه اللي هي الاكسرسايز فيسيولوجي، بالذات في النوع الاول. اي نعم هو ملوش دعوه قوي. اكسرسايز فيسيولوجي يعني ايه يا دكتور؟ يعني العيان ده في نوعين، يا اما انا لازم يتحرك، لازم عشان مقاومه الانسولين تتحسن، او بيبقى لازم يتحرك، لازم الرياضه والحركه مهمه. ممكن تبقى مريض سكر ده تيتا او جده او لازم يبقى حد علاج طبيعي. ايوه، علاج طبيعي عارف مش اي حد بيعمل بالظبط ايه مشكلته ايه، ويعمل له تمارين متصوره ومعموله وبيبعتها له وبيقعد معاه بالظبط كده. في يعني حضرتك عندك فريق من تخصصات مختلفه، منهم تغذيه ومنهم بطنه سكر ومنهم هيلث كوتش اللي هو مرشد صحي ومنهم علاج طبيعي ومثقف سكري. بالظبط الخمسه موجودين لمريض السكر تحت امره علشان يحسنوا، عشان في الاخر نقلل من الاعراض بتاعه السكر وانه ما يحصلوش بروجريشن او ان هو يتطور للأسوأ. ونتجاسر ونقول لو هو مريض سكري في الاول في البدايه النوع الثاني وفي الاول ممكن يحصل الترم اللي معروف دلوقتي اسمه ريفرس او ريميشن يخف لو اقل من 10 سنين. يخف بمعنى ايه؟ ان تحاليله تبقى طبيعيه لمده 6 شهور بدون علاج سكر. يعني يفضل بقى كويس كويس كويس، اتحسن وقلل الدواء باشراف الدكتور السكر او غدد الصماء بتاعه، وقام قلل الادويه لدرجه انه قعد وهو بيتبع النظام اللي هو اتعود عليه 6 شهور او اكتر بسكره الصايم طبيعي والتراكمي بتاعه كويس وبدون اي اعراض. بيحتاج بعدها متابعه برضو كل فتره بيريودك علشان خاطر يطمن انه ما رجعلوش تاني. عشان كده احنا ما بنقولش هو خف، هو ريفرست، هو رجع في كلامه. لكن هو لو رجع لنفس العادات وتعرض لنفس الستريس وبطل حركه وبياكل نفس الطريقه وكل الحاجه هيرجع. فهو ريميشن. لكن طب يعني بنتابعه وبيبقى معاه حد. بيبقى معاه حد ايه؟ بيبقى معانا فريق بيرد على اسئلته في اي وقت. لانه هو الدكتور السكر عارف كل الحاجات، والعيان قد يكون عارف بعضها. يعني حتى عملوا بحث قالوا ليه اهميه ان يبقى في فريق. احنا على فكره ما ابتدعناهوش، احنا نقلنا ده من هارفرد. جت منين؟ احنا ده حاجه معروفه بره، هارفرد بيعملوا كده جازلين، واحنا نقلنا ده كتير قوي منهم. ودايبيتس UK وابحاث بقى لها كتير وعدت ال5 سنين وعدت يعني ونقلنا. والبرنامج بتاع التغذيه كل تخصص من ده برنامج، يعني الاسبوع الاول والثاني والثالث لازم العيان يتعلم الحاجات دي. يعني في التخصصات المختلفه مع التخصصات المختلفه برنامج كامل
وحد فريق متابعه، لان هو بيبقى عنده اسئله فجاه بس مش هيقدر يسال الاستاذ اللي السكر بتاعه هيكسف طبعا يساله في كل حاجه، ففي فريق بيرد على الاسئله طب متعلمين ده ومتدربين. جالك برضو الفكر ده بعد دراسة الطب الوظيفي وتطبيقها على الحالات يعني؟ بالظبط، لقينا انا في الاول كده لما كنا بنبتدي الانتي انفلاماتوري والعيان فعلا زي ما احنا بنقول كده سكر، بلاقيه خف، هو انت بتهزق، فابتدينا نقرا يعني ايه ريفيرس، ابتدى يبقى فيه الكلام ده مثلا 2014 2015، لغايه ما بقى خدنا الحاجه وابتدينا ننقل اكتر حاجه موجوده او يعني بتبقى بريفنتبل، الامراض المزمنه 70 ل 80% منها بريفنتبل. ف ينفع تتمنع. حاجه زي الفل. طب امال ايه؟ طب مم. امال احنا ليه بنتفرج؟ مم. وده شيء مرهق جدا، بس يعني بس شيء لطيف جدا انت تلاقي مريض كان جاي يخس وبعدين سكره اتعكس، فلازم نقرا بقى هو ايه اللي والمرضى بيقتنعوا بقى يعني المريض المصري بيقتنع بالجروب بالشلة دي؟ بصي المريض ده سؤال كويس قوي. المريض المصري بيقتنع لما دكتور السكر يقول يعني لازم تبقي في تعاون. بيقتنع. احنا بقالنا مثلا سنه ونص شغالين، بيقتنع بس مش زي ما دكتور السكر يقول له انت محتاج البرنامج ده، لان الدكتور السكر هيقعد معاه ربع ساعه نص ساعه وهيجي له تاني لو هو شاطر جدا جدا بعد شهرين ثلاثه، ولو هو شاطر قوي هيسمع الكلام ويروح مره لدكتور التغذيه العلاجيه، مش هيروح لدكتور تغذيه باستمرار. فهو محتاج الثلاث شهور يفهم هو ايه ونمشي معاه اسبوع باسبوع. يعني التغذيه في البرنامج ده اسبوعيه، مدته 3 شهور، مدته 3 شهور وبتتجدد لو هو محتاج، او بنعمل حاجه لمده سنه مره كل شهر زياره، بحيث ان هو يفضل نبقى مطمنين ان هو اون ماشي على تراك. السيستم. طيب ده اتعمل بقى في امراض تانية؟ عملنا كده في امراض تانية، عملنا كده مثلا في صحه المرأة. يعني مثلا حاجه زي التكيسات او في برنامج برضو متكامل، لانه بيبقى محتاج سايكايتري ومحتاج او سايكولوجي، يعني برضو هيلث كوتش، ومحتاجه حد اكسرسايز، ومحتاجه نيوتريشن يفهمها كل ده، انها ما عندهاش مشكله، وان 90% من العيانين بيرجعوا يبقوا اوفيلاتري تاني بدرجات متفاوته، بتخف ويحصل تبويض بشكل طبيعي. بالظبط. يعني ان حاجه زي مثلا الانتي انفلاماتوري دايت ودوره مع الاي في اف او الانظمه المضاده للالتهاب ودورها مع الحقن المجهري. انا مش عارفه اشكرك ازاي. مش عارفه اشكرك ازاي، هو ده بالظبط. اللي عندها يعني حضرتك شايفه انه الستات اللي داخله على حقن مجهري ممكن الدايت واللايف ستايل موديفيكيشن او تعديل السلوك يفرق معاها؟ مش انا اللي شايفه، الابحاث اللي شايفه والميتا اناليسيز اللي شايفه والابحاث اللي شايفه، مش مجرد انها تخس بس يعني. لا طبعا هي تخس بطريقه صحيه وتاخد مكملات معينه بتحسن جدا استجابه البويضه، وانها مش بس تحمل وتحتفظ بالحمل ما يسقطش. طبعا ده ابحاث بارقام رهيبه. يعني في بحث ميتا اناليسيز طلع ان لو انت الانتي انفلاماتوري او لو الفيرتيليتي دايت اتبعوا بيحسن نسبه نجاح الاي في اف لغايه 60%. ده رقم رهيب. الانتي انفلاماتوري دايت الدايت مضاد للالتهاب، والفيرتيليتي دايت ده دايت الخصوبه. هو يعني يشبهه جدا بس لان خلي بالك برضو هو فيها جزء كبير قوي متفصل على العيانه. ايوه مش قالوا يعني مش لو يعني عايز ولد كل مش عارفه ايه، لو عايز بنت ده هو ده ولا لا ده؟ لا عشان لازم يجي على بال الناس كواليتي البويضه. أيوة. بيحسن البويضه وبيحسن التربه اللي بتتحط فيها في الرحم البويضه، وبيحسن فرص الاخصاب. ده ابحاث يعني حتى في مؤتمرات النساء الوعي ده بقى حاجه كبيره، وكل السنترز بره لازم فيها تغذيه علاجيه علشان تغذيه علاجيه بس تغذيه. ده تغذيه علاجيه، وحضرتك بتقولي حد نفسيه كوتشنج بالظبط، ورياضه بالظبط، حد علاج طبيعي. كل دول بيشتغلوا على السيده اللي بتحاول ان هي تحمل بطريقه الحقن المجهري. يبقى حضرتك قلتي تكيس مبيض وحقن مجهري محتاجين نفس فكره التيم. ايه تاني في صحه المراه؟ المونوبوز في سن الامل ده جميل. ازاي ان الاعراض اللي لا خلاص هو احنا والنفسيه والوزن، واصلا كده جسمي باظ والهرمونات وانا تخنت ونفسيا والحركه ده في برنامج كامل للسن ده. يعني معلش المريض يجي عندك العياده يقابل الخمسه ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ ده سؤال لطيف قوي، حسب التخصص. يعني لو في اولا العيان ما بيستحملش يقابل 5 فهو بيقابل 2 أو 3 على الاكثر في اليوم، بالذات في السكر. لكن الباقي بيبقى بيقابل الدكتور الاستشاري التغذيه الاول، وبعدين بيحولوا الزياره اللي بعدها كذا بس السكر بالذات كنترول بالذات بيبقى محتاج كوندنس.
يعني مكثف مكثف. جدا، ومحتاج المثقف السكري، ومحتاج كلهم في نفس الوقت عشان يطلع بنتيجه ويحتفظ بيها. الباقي ساعات بيعوز تخصصين او 3 فقط، مش بالضروره يعوز الكل، بس كلهم بيبقى محتاجين الفريق اللي بيرد عليهم طول الوقت. علشان انا عندي سؤال، فلازم الفريق اللي بيرد يبقى عارف كل النواحي. طيب ايه تاني غير سن الامل وتكيس المبيض والحقن المجهري لصحه المرض؟ في بقى الجهاز، في مفيش اللي هو الحاجات بقى اللي انا بشرتي وشعري وضوافري والحاجات دي دول كده بقى يعني خلينا نقسم ان احنا حتى في بلوم مقسومين بلوم ذا دايت اكسبرتس، او يعني الويلنس مسمينها الويلنس، وبلوم فانكشنال. ايوه الفانكشنال ده بيبقى عاده الوظيفي، الطب وظيفي، عاده عنده مرض اهم من ان هو يبقى دي كده لما بتاكل هي طبيعي الحبوب بتتحسن وشعرها بيتحسن. انا عندي واحده وبعدين انا ساعات العيان من كتر ما بيبقى مبسوط، يعني هي انبسطت هي، اما هي بنقول لها تسجل هي بتسجل على طول يعني، او هي اللي بتقترح. عندي واحده كانت يعني مش كبيره، صغيره جدا، بس يعني اواخر الخمسينات وهي قالت لي هي من ضمن التستمونيال اللي اصرت، وشعرها جرايه خالص يعني مش صبغه. هي بجد مصره ان شعرها اتحسن، عمره ما كان كويس يعني، عمره ما طول كده وعمره ما اتحسن، وان هي خست برضو ترانسفورميشن يعني فدي حاجه لطيفه يعني، مبهجه. طيب ايه تاني غير ويمن هيلث او صحه المراه والسكر؟ الامراض المناعه، امراض المناعه مرتبطه جدا جدا جدا، هي خمول الغده والروماتويد والفايبرومالجيا مرتبطه بالغذاء. مش بس بالغذاء، يعني زي ما بقول احنا الطب الوظيفي اول قاعده فيه بتبقى بنوصل لساعه وساعه ونص قاعد. الكويستشنير او الاسسمنت الاولانيه رهيبه جدا جدا، لان بنقعد مع الحاله علشان نعرف زي ما من قبل ما تتولد ومرورا بكل الاحداث، ونسمع القصه ونسمع ايه اللي مضايقها دلوقتي، ونربط الاحداث. لان هو مثلا الالتهاب المزمن هو بيبقى عامل مليون حاجه يعني. لسه برضو امبارح كانت واحده هم بينبسطوا قوي، فبتقول انا مثلا الروماتويد اتحسن والارتجاع المريء راح، وانت كان عندك ارتجاع مريء فما هو بيبقى عندها كذا حاجه في نفس الوقت. الجهاز الهضمي انا كنت ممسكه اتحسنت. طبيعي لما نفسيه بتتحسن والاكل بيتحسن، مكملات الغذاء ما بنوصل للمشكله. ممكن يبقى المشكله كانت بس في الجهاز الهضمي، بنعمل البروتوكول بتاع الجهاز الهضمي 5R بروتوكول، كل حاجه منهم ليها بروتوكول. واغلب الظن لما بيظبط الجهاز الهضمي معظم الحاجات بتتظبط. النفسيه بتتظبط، وده لان في يعني صله وطيده جدا جدا في جات برين اكسس، في جات سكين اكسس، في جات مع الفرتيليتي والالتهاب، يعني علاقه ما بين الجهاز الهضمي وكل اعضاء الجسم بالظبط، مخ جلد اي حاجه في الجسم بالظبط كده. فلما ده بيبتدي يتحسن كل ده بيتحسن تلقائيا. امراض المناعه مربوطه جدا جدا بالجهاز الهضمي، بحاجه اسمها ارتشاح في الجهاز الهضمي، الليكي. طب معلش، ما انت هتيجي دلوقتي انا عندي مرض مناعي، جيت لك العياده قلت لي بطلي 1 2 3 4 5 وانا مش قادره ابطل. ما انا قعدنا ساعه ليه بقى عشان صاحبيني في الاول تسمعي الكلام وتفهمي ايه بشرح لهم. ما يعني انا مش هقدر تقولي لي بطليها وانا بطل بصراحه. طيب بصي لو بقى، هو الحل ان انت تقولي لي بطلي قمح يعني مش بطلي قمح بس، مش ولبن مش بطليني في اليمينيشن دايت ده حاجه تانية. لا مش قصدي ان انت هتاخدي حاجات تانية، هتعملي مثلا ري انوكيوليشن. طعمها وحش، ما هو بندخلها في وصفات انا دلوقتي. بتكلم بلسان العيان. انا عارفه لسه ولادي مش راضيين انا بنحطها في وصفات. عايزه اكل مع اهل بيتي انا. انت هتاكلي مع اهل بيتك ده قولا واحدا. ازاي بقى؟ بس مثلا جلوتين دلوقتي في مليون حاجه بتطلع عيش اقرب جدا الى طعم الجلوتين. ما انا عندي مشكله وانا هشوف ان انا بتتحسن. هم دلوقتي حتى ساعات لما باجي اري انتروديوس او ادخل الاكله اللي احنا منعناها لمده مثلا 3 اسابيع لشهر، اجي ادخلها تقول لي خلاص انا مش عايزه تاني. لا بس انت بتوصلي لمرحله انك تبتدي تدخليها بالتدريج في بعض الناس. لما ايه بقى؟ لما يبقى مش قادر ده في الحساسيه مش في المناعه. فبعض انواع الحساسيه ما بتدخليش حسب برضو هي في انه درجه. يعني هي مثلا ما عندهاش اكزربيشن وماشيه خلاص، هي ما بتبقاش بتضايق. خلي بالك اللي عنده مشكله كبيره ما بيزعلش انه يمشي على حاجه، بالعكس هو عايز يفهم. ده انا عمري ما حد قال لي كده، ده انا عمري ما فهمت ان ده ما بقاش عنده والله مشكله. يا دكتوره جيلي، لو لقى نتيجه. انا كنت واقفه بشتري حاجه ما يعني، وكان صاحب المكان انا شايفاه كان متخصصه يعني عنده مشكله، فانا بحب انصح بطريقه شيك يعني. احنا اتصاحبنا وابتديت اتكلم معاه، فبص لي كده لي عارفه انا لما عرفت انك دكتوره دايت كرهتك.
فقلت له ليه بس؟ قال لي ما هو انا بحب اللحمه جدا، انا بعشق اللحمه الضاني وباكلها الساعه 3 الفجر و4 الفجر، ما تجيش انت عشان انا اخس تقولي لي ابطلها، وبعدين هو الواحد هيموت كذا مره، ما هي موته ولا اكتر، ما هي يعني قصدي المايند سيت بتاعت الناس انه انا كفايه الضغط العصبي اللي انا فيه وانا مش عايزه اتحرم ومش عايزه اتخنق. فبتتغلبوا على حاجه زي كده ازاي وانتوا بتقنعوا الحالات؟ لانه انا لاحظت انه الكلام عن الطب الوظيفي معتمد على اني اشوف انهي اكل ممكن يكون مثير للشخص وابتدي اشيله واعوضه وابتدي ادي مكملات عشان تحسن الصحه. انا كده فهمت صح؟ في الفانكشنال نيوتريشن اه الى حد كبير فهمنا صح. بس في دور بقى للستريس كبير جدا جدا تمام. وللسايكولوجي ده حقيقي. طيب العيان اللي اما بنقابله احنا ونقول له نصيحه مش مستعد دايما يسمع، لكن العيان اللي جالك في العياده بيبقى عايز يسمع وحسب طاقتك. يعني اول حاجه كنت بحبها قوي في الطب الوظيفي يعني فعلا هي كوتشنج، ان انت لازم يبقى عندك استعداد فور ديب سيرفيس. يعني انا هبذل معاه مجهود رهيب وتعمق. يعني حتى انا لما ببقى تعبانه ساعات هم مش فاهمين انا لغيت العياده، انا ما عنديش طاقه ان انا اديها اغير حياتك وانا اقنعك وانا اقعد معاك ساعه ونص، فدي مجهود رهيب ان انا افهمك. بس لما بيفهم وهتاخديه من نقطه زي انت ست العارفين، يعني هتاخديه من النقطه اللي هو فيها، بس هنضطر نوصل ان مثلا انتي بايوتكس عملت ايه، ان ليه عندي الحاجه المعينه وصلت لايه، والتحاليل في اوقات كتير بنضطر نثبتها بالتحاليل. وفي اوقات بعمل التحليل علشان ما هي خضراء وحمراء من جوه وفيها بذر، ليه عايز تدفع عشان تنافس، عايز ادفع يعني. بس ساعات بيبقوا في اغلب الظن مش محتاجين تحاليل، لكن اما بيفهم بيبتدي وهو اول حاجه بيحسها هو بيبتدي يتحسن بسرعه جدا جدا، حسب برضو النقطه اللي جاي منها. يعني لو جاي من نقطه بعيده مش او بقاله المرض فتره اطول طبعا المده بتبقى اطول، لكن اما بيتحسن بيبقى سعيد. طب انا عندي خلط ولبس دلوقتي، في ناس موجودين في السوق الدايت بيقولوا دايت الكذا ودايت الكذا، ده بيعتمد على اني بشيل 1 2 3 عشان دول مضرين وبحط بديلهم 1 2 3، وانه ده حس الناس كتير وبيجيب ريفيوهات وبيجيب. انا اضمن منين انه يعني طبعا هو الكلام عشان انا متخصصه فاهمه انه ده كلام ليس له ادنى علاقه بالعلم، وانه كلام غير علمي عشان انا متخصصه فاهمه ان كلام حضرتك علمي وان حضرتك بتمشي على بيز علميه، لكن المتابع او اللي بيستمع هو ماشي ورا الترند، هو ماشي ورا الريفيوهات بتاعت الناس، انه انا عملت دايت الكذا ده وبقيت خفيت من مرض الكلى المزمن وبقيت ما بقيتش اغسل كلى، خفيت من السرطان وسبت الادويه. هل ده انا خايفه الطب الوظيفي يتلط عشان بس تبقي فاهمه. لا خلينا برضو انا مركزه جدا عليه اليومين دول عشان كده. لا هو الطب الوظيفي على فكره خلينا ما نقولش وظيفي، هو ازاي ان انا ببقى فريق متكامل مع الطب الكونفنشن او اللي احنا عارفينه اللي درسناه في الكليات، علشان اوصل بعامل العيان حاجه واحده، علشان كل بدل ما الدكتور ده ده الرمد وده الكلى وده عنده روماتويد بس هو ما يعرفش ان عنده مثلا قولون عصبي، وانه ما يعرفش ان عنده، فيبقى انا بعالج او ببص على جذر المشكله الروت كوز زي ما بنقول، وبالتالي انا بتعاون معاه، انا مش ضده. بتعاون يعني لا معاه طبعا. يعني ما تقوليش لبيشنت وقف انت علاج، لا طبعا لازم ولا اجي جنبه. ده الفرق بقى. لا ولا هو ده الفرق بقى. لا واجي ليه، هو في حاله محتاج العلاج، هو لازم ياخد العلاج. هو انا هساعده انه بالتدريج يتحسن صحته، فدكتوره هيوقف له العلاج. دكتوره طبعا، لكن ما تكرهيهوش في دكتوره لا. او تقولي له العلاج ده مش، لا هو دكتوره لازم لا طبعا. لا طبعا هو لازم يروح، هو مادام واصل لمريض وعنده هذا المرض انا ماليش فيه خالص، هو دكتوره هيوقف له العلاج، بالعكس. وعشان كده الدكاتره بيحولوا لنا، لانه احنا بنساعد النتيجه وبنعمل المجهود اللي الدكتور في الاغلب الظن عارفه بس ما عندوش وقت. يبقى عشان نبقى واضحين الفرق ما بين الطب الوظيفي واي عايزه اقول ادعاء اخر انه ما ينفعش باي حال من الاحوال اسيب الدكتور او الطبيب المعالج لمرض معين اوجه الحاله ان هي تسيب الادويه، لا انا بساعده انه الطبيب ياخد له قرار ان الادويه تقل او ان هو يبطل ادويه خالص. بالعكس تماما، انا لازم اشجعه انه يروح. يعني مثلا عيان السكر مثلا، انت لازم تتابع، لان انت هتعوز تعدل الجرعات بتاعتك، لازم في الفريق دكتور غدد،
او ترجع لدكتورك. لازم تروح لدكتورك لانك هتقلل الجرعات اللي هيقلها لك دكتورك، الطبيب المختص في المرض ده. ما هو في هجوم، الكانسر مثلا لا طبعا في هجوم فظيع دلوقتي اما الواحد بيطلع يقول الكلام ده، انتوا عايزين الناس طول عمرها تحتاج لكم، انتوا عايزين الناس طول الوقت تشتري ادويه، انتوا ده هدفكم انكم تشغلوا بشركات الادويه، وان انتوا مش عارف ايه. الموضوع اكبر واضخم واخطر من ان احنا القسم اللي احنا حلفناه والحاجه اللي احنا درسناها ونحاول نطبقها نكون بنتلاعب بيها عشان مصلحه. يعني انا بس عايزه الناس تفهم، لانه ده ترند حاليا يا دكتور شيري. الطب الوظيفي مكمل للطب التقليدي، يساعد ويحسن ويوصل لجذر المشكله. بيوصل لجذر المشكله. الطب التقليدي بيعالج المشكله حاليا، وهي لازم تتعالج لانها مشكله. زي بالظبط المثل اللي قلناه في الاول، اللي هو انا في ميه طالعه لازم اشيل الميه، امال هتغرق الدنيا بس لازم اقفل الحنفيه. فالطب الوظيفي كفريق كمان بيقفل الحنفيه، لان مفيش واحد يقدر يعمل الدور ده، مفيش شخص يقدر يقعد. احنا مثلا برنامج كنترول ده 30 زياره، مين هيعمل 30 زياره لكل شخص علشان يقدر يوصله ان هو يغير من عاداته ويرد على كل سؤال، وعايز فريق. فاحنا بنشوف اصل المشكله، بنشوف الحاجه ونبتدي نحلها. زي مثلا انا حد معاه سكينه وقام عن الجرح، هقوم اقول لا انا ما هو لازم هيتقفل، بس انا هشوف من فضلك ما تمسكش السكينه، هو ليه مسك السكينه، فنبعد السكينه عشان ما نتعورش تاني. لكن وانا متعور لازم اتعالج. الكانسر كمان حضرتك جبتي سيرته، السرطان، هل الطب الوظيفي ممكن يكون ليه دور مع الكانسر؟ بسأل ليه برضو لانه في بعض الادعاءات انه ممكن التغذيه او الدايت او الطريقه اللي احنا هنتعامل بيها تخليك مثلا ما تحتاجش الدكتور الاورام او تاخد الكيموثيرابي او تاخد الراديوثيرابي وتسيب كل الادويه دي او الحاجات دي وهشتغل معاك بالغذاء. ينطبق عليها نفس الحاجه. انا ممكن بتفادى اصل المشكله، بالذات لو في تحاليل جينيه دلوقتي وانا عارف انا ببقى اكثر عرضه، فلازم اخد اكثر احتياطي في بعض الحاجات. بعض الاكلات مرتبطه ببعض الحاجات الجينيه، فانا كل ما انا اعرف كل ما هتبع اسلوب حياه احسن. لو انا بقى مريض طبعا لازم اروح للدكتور طبعا، بس ممكن بالطب الوظيفي بنعمل بعض التحاليل بتخلي ان انا حسب نتيجة التحاليل دي باخد انواع دايتس مختلفة بتساعد النتيجة. قد تقلل حالتي الصحية وانا باخدها، قد بتحسن نتيجة الكيموثيرابي بتاعي والراديوثيرابي، هي بتحسن النتيجة بالظبط ده يعني. بس لازم الاول، ودول قليلين قوي متخصصين جدا جدا، قليلين جدا ما بيلعبش في الحتة دي خالص. بيربطوا التحاليل بنوع الدايت بالظبط كده، دون الاستغناء بالعكس ده في سبلمنتس ما ناخدهاش خالص وفي سبلمنتس ناخدها. دي حته فيري سبيسيفيك وفيري يعني معقده جدا وحساسه جدا. لكن دور التغذيه بقى بصفه عامه اكيد مهم جدا مع الكانسر. وبرده لما بيخلص العلاج بتاعه بيمنع ان يحصل ريميشن، ان يحصل ان هو يبقى يرجع تاني لا قدر الله يتكون تاني يعني. بالظبط. وطب انواع الغذاء اللي ممكن تكون، يعني حضرتك قلتي انواع انظمه غذائيه ممكن البيشنت على حسب حالته يمشي عليها، زي الكيتو يعني مثلا. كيتو بقى ده بالذات عليه كلام كتير جدا جدا في الكانسر، وفي الاخر هو بينفع لمده قصه ملعبكه جدا جدا على مستوى الخليه والبايوكيمستري، وازاي الكانسر سيل بتقدر تعدل من نفسها. فحتى بعد ما قالوا كيتو رجع ان هي بتعدل في المسار بتاعها فتبقى الكيتو مضر. فلازم بيتعامل التحليل ويتعاد التحليل، لانه حتى لو كان هيمشي على كيتو لازم هيتغير، لان الكانسر سيل بتادابت او بتتكيف وبتغير من البايوكيمستري بتاعها وتقوم تبقى دي تحاليل جينيه يعني؟ تحاليل لا خلويه كيميائيه ميتابولومكس. طيب تمام. يبقى حضرتك اتكلمتي على المناعه واتكلمتي على الكانسر واتكلمتي على صحه المراه واتكلمتي على السكر. نيجي بقى للايه، المشاكل اللي ليها علاقه بالنيورو او الناس اللي معرضه للالزهايمر، الناس اللي بتعاني من الاي دي اتش دي او اللي هو التشتت الانتباه ده، ولقيناه كمان دلوقتي في الادلتس في البالغين. المشاكل اللي ليها علاقه بالجهاز العصبي، هل الطب الوظيفي له دور؟ ده هو الطب ده بقى ملعب الطب الوظيفي، لانه لقوا ان في علاقه وطيده جدا وابحاث لا حصر لها من الجهاز الهضمي والبكتيريا النافعه وقلتها وبعض البكتيريا الضاره. لقوا ان مثلا الاي دي اتش دي
بعد تشتت الانتباه والاوتيزم كمان والتوحد، التوحد ان في البكتيريا دي بتطلع ومواد معينه وتبان في تحليل البراز آلاف المرات اكتر من الانسان العادي موجوده في البراز بتاع امراض التوحد ففي علاقه وطيده جدا. اللي اهم بكتيريا من كده الضاره موجوده بكميه الاف المرات اكتر. الاف في بقى نقطه مهمه جدا برضو في الحته دي اللي هي في البايوكيمستري كده، عشان كده بقول لك الطب الوظيفي جزء كبير قوي قوي منه كيمياء. في حاجه اسمها ميثايليشن، او احنا عارفه كل حاجاتنا معادلات كيميائيه. ففي بعض الاوقات بيبقى فيه المعادله لازم الماده دي تدخل في اكتيف فورم، فلو في جين معين حصل فيه ميوتيشن صغيره الدوره ما بتمشيش، فلازم ادي انا المكمل الغذائي ده من بره. معلش واحده عشان نشرح. يعني العمليات الكيميائيه اللي خاصه بوظائف المخ، المفروض ان في لو حصل طفره جينيه طفره جينيه العمليات الكيميائيه دي ما بتقومش بدورها بشكل صحيح، فحضرتك بتدي مكمل غذائي على حسب الحاله بتاعه المريض، بتخلي العمليه الكيميائيه تكتمل. بالظبط كده، صح كده بالظبط، وتمنعه من مخاطر ان هو ما بيكملهاش. ما هو ما بيكملهاش يقدر بيبقى عرضه لامراض كتيره جدا، فلازم نديله يعني مثلا ساعتها لازم ندي الفوليك اسيد في الاكتيف فورم، مش الصوره النشطه في الصوره النشطه بتاعته ميثايل فوليت. وكمان لازم المواد الكيميائيه اللي بتتجمع دي يبطل الاكل اللي بيجمعها وبيخليه عصبي وبيخليه فلازم نبطل الاكل ده او نديله مكملات اخرى تشيل الماده دي من الجسم من الدم. فلازم نبقى ده تحاليل برضو يا دكتور؟ ده تحاليل برضو، يعني بنعمل تحاليل معينه نعرف ايه اللي ناقصه ونبدا نديله في شكل مكمل غذائي، فده بيحسنه ولا يشفيه بقى؟ حسب الدرجه اللي هو فيها وحسب درجه واحد اوتستيك، يعني واحد عنده توحد ممكن يتشفى؟ الاوتستيك بالذات في بعض، بس برضو دكاتره متخصصين فيه بيتحسنوا بدرجه كبيره. موجودين في مصر هنا؟ موجودين في مصر هنا بس مش كتار. بيتحسنوا لدرجه كبيره جدا. وفي والاي دي اتش دي طبعا بيتحسنوا درجه كبيره جدا، دول بيتحسنوا. الاي دي اتش دي بيتحسنوا، يعني في امل انه السلوك اللي هو مفرط او النشط ده يتحسن عن طريق الطب الوظيفي؟ بالتاكيد. بالتأكيد. طيب يعني الاكتئاب بقى والحاجات اللي هي ليها علاقه بالمزاج، الاكتئاب ده بقى اللي احنا كلنا دلوقتي برضو بقينا عارفين ان في حاجه اسمها سيروتونين، ان هو ده مخصوص عن المزاج. الفكره بقى ان السيروتونين ده مش بيطلع في الدماغ، ده بيطلع من البكتيريا بتاعه الجسم الحميده. بمعنى في بالانس في بكتيريا حميده وبكتيريا وحشه وحسب التوازن بينهم. فاحنا كل هدفنا عشان صحتنا بصفه عامه ان احنا ندي دي تاكل وتترعرع وتكبر. بيأثر فيها ايه؟ بيأثر فيها الاكل طبعا، بيأثر فيها الستريس، بيأثر فيها مضادات الحيويه اللي ملهاش اي لازمه، بيأثر فيها عوامل كتيره جدا جدا، وليها برضو دور بالجينات حسب الام وحسب طريقه الولاده بس في اغلب الظن لو هي البكتيريا الحميده دي مش واخده الابر هاند احنا بتترعرع تاني. طب هي دورها ايه؟ دورها انها بتاخد الاكل بتاعنا اللي احنا ممكن ما نبقاش عارفين نهضمه. يعني الالياف مثلا احنا عندنا 7 جينات تهضمه، هي اللي بتهضمه، اللي بتاخد الالياف البكتيريا الحميده تاكلها، ده المام بتاعها، وتقوم تطلع لنا المواد اللي احنا محتاجينها لوظائف الحياه بتاعتنا. تمام. وكمان لحمايه الجهاز الهضمي بتاعنا اللي فيه 70-80% من المناعه، جهاز المناعه بتاعنا. عشان كده لما دي بتبوظ المناعه وامراض المناعه بتبوظ، اللاير بتاع الجهاز الهضمي اللي بيحمي ده بيبوظ، كل ده بيبوظ. وكمان ما بيبقاش فيه من ضمن المواد اللي بياخد هو التريبتوفان ويقوم يطلع سيروتونين. لو فانا باكل تريبتوفان ما بطلعش سيروتونين ليه؟ ما عنديش بكتيريا. ايوه. طب ده ايه دخله بالمزاج بقى؟ عشان ما السيروتونين ده بتاع المزاج. ده يعني ده ممكن يدخلني في مرض الاكتئاب. هو الاكتئاب هو الظاهره اللي فيها الاكتئاب من اطفال للكبار. هو حتى يعني في مقوله لطيفه جدا، هو depression is not نقص بروزاك. هو ليه اصل، يعني هو الديبريشن ده من اكتر الحاجات الاسباب الانفلاميشن والجهاز الهضمي ده هو ده من يعني الدواء بتاع الاكتئاب مش بيعالج الاكتئاب. يعني انا ما جاليش اكتئاب عشان عندي نقص دواء. ايوه انا جالي اكتئاب لاسباب تانية مش عشان عندي نقص في البروزاك. اذا معنى كلامك ان ممكن
مرضى الاكتئاب يجي لهم يوم ويستغنوا عن الدواء عن طريق تظبيط قصة البكتيريا النافعة والضارة والكلام ده. زي بالظبط الموضوع التاني اللي احنا ما نقدرش نعمم، لكن كتير من العيانين بيبطلوا الانتي ديبريسنتس اللي احنا بناخدها زي البونبوني، قليلين اللي ما تلاقيهمش على انتي ديبريسنتس دلوقتي، قليلين. حتى الاطفال، حتى انت عارفه في امريكا 23% من الاطفال على مضادات الاكتئاب، من الاطفال. هو ده يعني ممكن الاستغناء عنه بالطريقه ده ما كانش الطبيعي. هو انا عايزه اقول ان ده مش الطبيعي، هو ده حاجه مستحدثه علينا. يعني ده حصل لما بقت العيال ما بتاكلش. ايه يعني؟ انا مكتئبه دلوقتي، عالجيني بطب وظيفي. نخرج نتعشى. عالجيني بطب وظيفي، اعمل ايه يعني؟ هتقعدي بقى زي ما قلتي هقعد معاكي ساعه وساعه وشويه الاول، ونحط ايدنا على المشكله ونطلب شويه تحاليل، ونبتدي نحط كده. بعد ما نقعد ساعه ونص بنملى كده فورم، كل جهاز من اجهزه الجسم ليه سكور، ونشوف السكور ده جاي فين عشان نعرف. هم سبعة روت كوزز عشان نعرف مين الروت كوز اللي متهم. ولو ما وصلناش بنعالج الجت. لو لم نصل للمتهم بنبتدي نتكلم على الجهاز الهضمي. تمام. وبعد كده نبتدي نعمل فحص، نمشي حاجه، لان في حاجات مش هتبان في الاسسمنت اللي قعدناها ساعه ونص، ولا في الكويستشنير المفصل جدا. هنقعد نعمل بقى بالظبط من طقطق لسلام عليكم فحص. بعد كده هنبتدي نقول احنا في غالبا في ديل، واشرح لك احنا ليه بنفكر في ده وليه بنعمله. وهنبتدي ناخد حاجه لغايه ما نستنى نتيجه التحاليل، عشان بناء على نتيجه التحاليل يا هناخد ده يا مش هناخد ده، يا اما هتورينا احنا في انه سكه. تمام. يبقى انا هطلع من عندك اتكلمت وحضرتك سمعتيني، عملتي نظام غذائي خاص بيا وخاص بحالتي مبدئي، اديتيني مكملات غذائيه عادة بعد النتيجة، بس ده من الحاجات اللي هتساعد. عملتي لي التحاليل المناسبة، وابتديتي تشتغلي على عاداتي ونفسيتي وعلى رياضتي، الاكسرسايز فيسيولوجي لو انا محتاجة لده، وتابعتيني على مدار الايام انا والفريق. صح كده؟ بالظبط. طيب انا عايزة اختم بحاجة. حضرتك عارفة انا استضفتك ليه بعد ان انا بحبك؟ القصة دي مختلفة، عشان اللي حضرتك بتقوليه ده بيدي امل للناس انه في حاجة تانية المفروض تتعمل other than ان انا اروح لدكتور واخد دواء. هعمل ده وجنبيه ممكن حاجة تانية تحسن او تقلل من احتياجي للدواء او تخليني اخف في يوم من الايام. الحاجة التانية المهمة جدا انه افرق ما بين الطب الوظيفي في صورته العلمية الصح والمحاولات اللي بيعملها اساتذة جامعة في كلية الطب في هذا الموضوع، وما بين حد يطلع بيقول اي كلام او بيجذب الناس بترندات وفي الاخر يقول للناس استغنوا عن الطب وخليكوا ورا اللي انا بقوله. الحاجة الثالثة بقى وهي الاهم، انه انا مش عايزين، يعني انا دايما بقولها بس انا دايما بحب المتابعين والمستمعين يسمعوها من غيري، ما تختزلوش الدايت والتغذية في الأكل. الموضوع أكبر وأشمل من كده، ومهما عملتوا من دايت ومهما كنتوا واقفين عند نقطة إنه أنا عملت الدايت وخسيت وبعدين تخنت وبعدين خسيت، الموضوع أكبر وأشمل من ده. في طريقة عيشة، في عادات، في حاجات كتيرة جدا لازم نركز عليها، في علم بقى متخصص في الحتة دي. بس فبشكرك لأنك ساعدتيني إن أنا أوصل الأفكار، ونورتيني وشرفتيني وأبهجتيني زي ما قلت في بداية البودكاست. ده انتي ميرسي خالص. شكرا جزيلا يا دكتور شاري. ميرسي. ربنا يخليك.